بفضل من رب العالمين، ومن ثم أنتم سبب تواجدنا اليوم، حبنا للعراق وشعب العراق. الشكر موصول حقيقة لإدارة قناتي ومؤسسة قطر للإعلام، وشكر من كل زملائي وربعي وأخواني اللي رافقوني من كاس العالم ولا أخذوا إجازة بعضهم وجو على البصرة. ويونس محمود، صح، يونس بعد كان معي في كاس العالم وما أخذ إجازة وراح مع منتخب بلاده، ومعظم اللي عندي من الشباب بعد كاس العالم ما أخذوا إجازة ولكن اشتغلوا معاي في خليجي 25. طبعا هو واجب علينا في النهاية، لكن أيضا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فمن بعد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا لزملائي وأخواني وربعي القائمين على القناة ومؤسسة قطر للإعلام، وعلى تحديدا برنامج المجلس اللي لولا الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ومن ثم الجهود في التشغيل، في الكاميرات، في الإعداد، في البرامج، في الأخبار، في الصوت، في الإضاءة، في إدارة الاستديو، في الجرافيكس، في التصوير إذا قلتها بقولها 1000 مرة، في المونتاج، في التنسيق، في الميكروويف، في العلاقات العامة، في الديكور، في الحجوزات، في كل من يعمل معنا وبصمت وخلف الكواليس. نقول له ألف شكر وتقدير وتحية. اخواني وربعي في قناة الكاس دائما وما زلت وراح ابقى دائما ارفع لكم عقالي، لان انتم شرف كبير لقناة الكاس وشرف لي اني انا اشتغل معاكم. تحيات مخرجنا عبد الله الرياشي، وتحيات ايضا اخوي رئيس التحرير محمد الضبعوني وفريق العمل نايف العنزي، اسماعيل الشرشني، وايضا عمار علي ما قصر معانا، وايضا الى الاخت رشا البرغوثي اللي ابدعت حقيقه في تجولها في شوارع وازقه البصره. استاذ اسعد حبيبي يعطيك العافيه. يسلمك. احنا الله يسلمك نبي منك كلمه، الشباب كلهم يسمعونك وعلى الهواء. استاذ اسعد العيداني، شباب المجلس سلم لي عليهم. ساعة اتصلت بي على مودهم؟ لا انا اكلمك على اللاعبين العراق، على اسود الرافدين. ألف مبروك، هذول شبابنا وولدنا، وحقيقة الحمد لله حققوا اللي كل الشعب الآن فرحان به. هي فرحتنا. أهم شيء أنه أنت تسعد الناس وجاسم. فإذا سمعوني فألف ألف تحية لهم. اليوم الشعب كله فرح من فرحهم. الحمد لله. الحمد لله. نبي ها ابو حسن. نعم. هو السؤال بس قول لي نعم او لا. بلى. في سيارات حق اللعيبه؟ ابو جاسم هم اذا يسمعوني انا اسعد العيداني ما اقول كلمات راجعه. قلت لك انا الشيخ من يقول كلمه ما يرد عنها، انا اعرف به والله. ما يحتاج، انا احكي نيابه عنه. يونس يمك. نعم. واللعيبه كلهم يسمعونك. اكيد يعني. شيخ شلونك؟ شوف الله يحفظك، قلت لهم بمباراه بعد فوزهم على قطر وكانوا يصوروني، فقلت لهم قطعوا التصوير ما قبل يصورون، فما اريد انه هذا، قلت لهم حتى لا يصير حتى ضغوطات نفسيه عليكم. بعد المباراة النهائية هسه انت لو ما متصل بي كان انا هم سويت لهم اياه حفله وتكريم. الحمد لله. شوف اليوم قالوا يابا، البعض يقول يابا ليش ما صعدت على المنصه؟ قلت لهم انا اليوم المنصه صعد عليها العراق، مو مهم منو يصعد عليها بعد. كفو. ومثل اليوم الاخ رئيس وزراء هو مثل العراق، فبعد النتيجه خلاص هذا التمثيل الاهم.